يا صباح الفل أو مساء الفل على حسب ما بتشوفوا الفيديو بتاعي. النهارده هنعمل كيكة سهلة ولذيذة وجميلة وطرية وخفيفة بجد يعني زي الغيمة كده زي ما بيقولوا. الكيكة بتاعتنا النهارده من غير بيض أو لبن. ونقدر برضه نستبدل الزبدة اللي فيها بزيت لو حابين، بس أنا الكيك بالنسبة لي ما باعرفش أعمله بالزيت الصراحة فباستخدم زبدة. أنا حطيت كوباية وربع من المَيّة، عليهم نُص كوباية من السكر. الوصفة إحنا بنستخدم كوباية إلا ربع من السكر، بس أنا السكر بتاعي بيحلّي الحاجة زيادة يعني، فأنا استخدمت نُص كوباية، وحطيت عليها ربع كوباية من الزبدة ونقدر نستبدلها بالزيت زي ما قُلت لكم، وهاحط عليها هانزل عليها ب250 جرام من الدقيق. طب أنا ما عنديش ميزان يا ريهام أعمل إيه؟ المَج بتاع الشاي اللي موجود عندنا في كل بيت ده، هتعايريه كوباية ونُص وهتزوّدي عليهم 4 معالق تاني كبار، تمام؟ وهننزل عليهم بكيس كيك شيف ومعلقة من الخل وتعمل الفوران اللي انتوا شفتوه ده، وكيس فانيليا كده ندلع بيها الكيكة بتاعتنا. الخل والكيك شيف هيحلوا محل البيض في الكيكة بتاعتنا. الكيكة دي مناسبة جدًا للي عندهم حساسية من اللبن أو البيض، تمام. وهنقلبها كويس جدًا، جدًا مع بعض كده زي ما انتم شايفين، ماشي. الفرن بتاعنا شغال وإحنا بنجهز الكيك، تمام. وبعدين هنجيب القالب بتاعنا مدهون زبدة، تمام. وهننزل بالخليط بتاع الكيك بتاعنا فيها كده، وهندخلها فرن سخن درجة حرارته 180. هتاخد بالضبط معانا تلت ساعة مش أكتر من كده عشان الكيكة ما تنشفش مننا، تمام. وما نفتحش عليها إلا بعد نص الوقت، تمام، عشان برضه ما تبوظش مننا. هنا بقى أنا هاسقيها بكريمة. حطيت عليها topping فراولة أنا عاملاه في البيت، تقدري تستخدمي فراولة مربى فراولة عادي، أو تقدري تستخدمي برضه النكهة اللي أنتِ عايزاها، تمام. ربع كوباية كريمة، حطيت عليها معلقتين كبار من topping الفراولة، وحطيت عليهم مَيّة. أنا مش عايزة الخليط بتاعي يبقى تقيل، فاهماني؟ عايزاه خفيف عشان الكيكة تتشربه كويس، ماشي. أنتِ تقدري تستغني عن كل ده خالص وتسقيها بكوباية إلا ربع من اللبن، تمام. زي القشطوطة كده، ماشي، بس. الكيكة بتاعتنا بقى كانت طلعت من الفرن وسِبتها تهدى زي ما أنتم شايفين كده، لونها دهبي وجميل. أنا بقى هاعمل فيها فتحات بضهر المعلقة الخشب كده، ماشي. أنتِ تقدري تعملي بالخلة عادي أو بالشوكة اللي يريحِك. الفكرة دي أنا جبتها من فيديو أجنبي، الفكرة بتاعة المعلقة عجبتني جدًا في التقطيع. باينة كده جواها الألوان بتاعة التشريبة بتاعة الكيك، عجبتني جدًا. زي ما قُلت لكم تقدروا تستغنوا عنها وتستخدموا كوباية إلا ربع من اللبن، تمام. بس كده هنسيبها تتشرب بقى. الكيك بتاعنا هادي ويعني إيه مش سخن، تمام. بعد كده بقى هنجيب كريم شانتيه. هنا أهي بعد ما اتشربت، ده نُص كوباية من الكريم شانتيه ضربتها مع كوباية مَيّة، تمام، كوباية مَيّة ساقعة، ماشي. هنعملها بالشكل ده، تقدري تكمليها بالشكل ده وتسيبيها زي ما هي كده، شكل حلو برضه مش وِحِش. تقدري تعمليها روزيتات وتقدري برضه تجلسيها بالسكينة أو الscraper دي زي كده دي، تمام. هنضبط الشكل كده وهارجع لكم. كيكة يعني بجد عجيبة طبعًا، زي ما بيقولوا عجيبة عشان معمولة بالمَيّة وطرية وخفيفة أوي، أوي. أتمنى إن أنتم تجربوها وتبعتوا لي تقولوا لي رأيكم فيها. اللي ما يعرفنيش أو لسه بيتابعني جديد، أنا ريهام من جوستو فود ودي قناتي. أتمنى منكم متابعة، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو بتاعي. بصوا بقى اسمها إيه فقرة التعذيب. بصوا بقى ده اللي كنت أقصده، الألوان كده متداخلة كده شكلها جميل أوي. بصوا الجمال.
أنا هنا وأنا باقطّعها ما كانتش باينة أوي يعني واضحة، فصوّرت الفيديو اللي أنا حطيته في أول في المقدمة بتاعة الفيديو يعني يبين لكم أكتر جمال الكيكة والتفاصيل بتاعتها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى بجد إن أنتم تجربوه، وأتمنى تشجعوني عشان أستمر وأقدّم لكم كل حاجة جديدة. يالّا سلام.